الأوزاعي عن الزهري. أي واحد عنده كده ألف في علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري وإن دول صحيح، يعني إسناد صحيح، لأن الأوزاعي من تلاميذ الزهري. السقط هنا يتعرف ولا ما يتعرفش؟ ما يتعرفش، صعب جدا انك تعرف ان واحد سقط حد هنا خلاص. يبقى ده زي العمل ايه؟ جاء على أخرى زي دي في شارع وقام حاطط عليه عودين قش وعودين حطب، فانت جاي بقى بسرعتك وماشي وفاكر ان المسألة كلها ايه؟ أرض مستوى. أول ما وصلت للبيت قمت واقع فيه فغرك شكل، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالأرض. عشان كده سموه تدليس التسوية، ان هو بعد ما يعمل عمليته يقوم حاططهم كده جنب بعض، انا عملت حاجة اهو زي بعض مستوى. عشان كده سموه تدليس تسويد، اي انه جود الاسناد، او سموه تدليس تسويد. خلاص. نوع ثالث تدليس البلدان والاماكن، يقول مثلا حدثني فلان في القاهرة. القاهرة اشهر قاهرة في الدنيا بتاعتنا دي، في قاهرة أظن في إيطاليا واخد بالك كمان، لكن هي أشهر قاهرة موجودة. إذا قيل القاهرة في الدنيا كلها يعرف إن هي بتاعتنا خلاص. فمثلا هنفترض إن أنا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة، فهو مساحب الشيخ ده أقول له تعالى نقعد بس إيه على الرصيف هنا، حدثني حديثين ثلاثة. يحدثني حديثين ثلاثة، أقول إيه بقى؟ حدثني فلان في القاهرة. أنا أصبت الشارع، شارع القاهرة، بس قلت الشارع بقى حدثني فلان في القاهرة. فأي واحد بيقرأ الإسناد يتخيل إن الرجل اللي في مصر ده جاء فين؟ جاء مصر. وأنا كذلك لو أنا مثلا في القاهرة هنا والشارع اللي قدامنا ده اسمه شارع العراق ولا شارع دمشق وأنا في الشارع قلت الفلان حدثني فحدثني قلت حدثني فلان في دمشق، الناس كلها تتخيل دمشق الشام واخد بالك. أو نروح على النيل كده ونعدي الكوبري وأقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر واخد بالك، ونعمل حديثين ثلاثة أربعة بلاد ما وراء النهر، ده طلعت فوق أوي واخد بالك. فيقوم بقى اللي بيقرأ الكلام ده يتخيل أنني رحلت إلى هذه البلاد ولقيت علماءها وحدثت عنه. واحد من طبيعه اللي يحصل يعني وصار المسألة اللي بيتبجح انه رحل كده وبتاع وقابل العلماء، نقول له لا، ده المسألة اكثر من كده، لان معنى انه نزل دمشق يبقى لو روى عن اي دمشقي بعد ذلك انا هصحح سند، ما هو كان في دمشق، ايه اللي يمنعني وسمع من فلان وعلان وعلان الى اخر انت رجل، يبقى ده قد في اتصال الاسناد، ممكن ما يكونش سمع منه ومع ذلك يسمع منه. وفي انواع اخرى في الاسانيد من التدليس. ادي يا جماعه تحقيق اول شرط من شروط الحديث الصحيح، وده اخف شرط فيه. اخف شرط في الخمس شروط دي هو ان نثبت ان السند متصل، لأنني كما قلت لكم إذا وقعت على انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تجديد هتكتشف بسهولة. يبقى قبل أن أقول هذا حديث صحيح لازم أخذ كل الخطوات دي وأثبت أنه لا يوجد قادح من قوادح الاتصال في السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم الضرر. يعني الإنسان عدل، يعني الإنسان يرجع إلى دين ملتزم. طب قوادح العدالة إيه؟ الكفر فلا يقبل من كافر، الفسق، الكذب، التهمة بالكذب، البدعة، والبدعة فيها تفصيل. فإذا ثبت على الرجل أنه كافر لا يقبل كلامه لأنه سقط العدالة. إذا ثبت أنه فاسق لا تقبل أيضا روايته ولا تقبل شهادته. إذا ثبت أنه كذاب لا تقبل روايته، إذا ثبت أنه متهم بالكذب لا تقبل روايته. إنما البدعة هي التفصيل وليس هذا مجال تفصيل ذلك. يبقى لازم بقى حتى أثبت هذا الركن أن أفتش في ترجمة الرجل.
الراوي، وشوف أهل العلم قالوا في إيه، والذي نقلوه فيه أمتحقق عليه وواقع هو فيه ولا لا. وده طبعا هيلزمه جهد كبير، هتفتش في مئات الكتب لتقع على كلام العلماء في هذا الراوي، وهل الكلام الذي ورد فيه له وجه ولا العلماء اختلفوا فيه، واختلفوا فيه يبقى الترجيح، كيف سنرجح ما بين أقوال العلماء المختلفة؟ الترجيح ده له قواعد، مش هندخل كده بالدراع ونرجح ولا ندخل بالشك زي واحد كان بيقول عن واحد انه ثقة، فواحد قال له اتعرفت، قال انا لو نظرت الى لحيته لعلمت انه ثقة. واخد بالك، لحية كده فخمة كده ومالية كده وبتاع، ورجل عليه وقار، اول ما تشوف كده شكله كده تعرف ان الرجل ده ثقة، ان الرجل ده محترم. لا، المسألة مش كده أبدا، المسألة لها ضوابط كثيرة. يعني عشان تبحث في كتب أهل العلم لازم تدرس كيفية البحث في الكتب، عشان ترجح ما بين أقوال أهل العلم لازم تدرس كيفية الترجيح، لأن المرجحات تختلف في القوة. المرجحات 1 2 3 4 5، ما ينفعش تيجي على نمرة 10 وتبتدي بيه وتجيب نمرة 1. لا، كل ده لابد أن تكون متحققا به قبل أن تدخل في باب الترجيح وتقول لا أنا أرجح كلام أحمد على ابن معين أو العاشر. واخد بالك، كذلك عدالة الراوي، كذلك ضبط الراوي والحفظ. هل كان حافظ ضابط ولا كان بينسى ولا كان ضعيف الحفظ ولا اختلط وعقله غير لما كبر؟ لازم تثبت انه ضابط، فهتنفي عنه الغفل وسوء الحفظ والاختلاط والتغير، لازم تنفي عنه كل ده عشان تثبت انه حافظ الموضوع. على ما تصل الى هذه الشروط بتبذل مجهودا كبيرا وتقطع ليالي من الزمن عشان تثبت ان الحديث صحيح. فعلم الحديث يا جماعة لما العلماء صححوا وضعفوا وصنفوا الكتب صنفوها على أقوى ما أنت رائع من الضوابط العلمية. شيت واحد يتخيل ان البخاري ممكن لما يفتح البخاري كده ويعرف يقرأ عربي يبقى فين في البخاري؟ كيف صنف البخاري كتابه؟ ده الكتاب ده معجزة فعلا، هذا كتاب معجزة بمعنى الكلمة، ولا تظهر إمامة البخاري إلا بالنظر في كتبه، ناهيك أن كل العلماء أثنوا على هذا الإمام ولا نعلم أحدا قدح فيه بحق أبدا. بخاري اسمه بيعبر القرون كالشمس، وصل إلينا البخاري بنفس اللمعان الذي كان أيام كان البخاري حي رحمه الله. فأي واحد تقرأوا له إن هو صحح ولا ضعف ولا لك الحديث ده موضوع ولا الحديث ده ضعيف ولا الكلام ده، انظروا إليه. فإن كان لطيفا، لو أنت تقدم لبنتك ولد زنا لطيف وأنت عارف إن ولد زنا تجوزه بنتك، أنت هتتهيأ إنك أنت تتجوزه